السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ومتابعات قناة يوميات ربة بيت. أسعد الله أوقاتكم يا ربي، تكونون بألف خير وين ما كنتوا. اشتاقيت لكم هواية واشتاقيت الفيديوهات وياكم. بس هي فترة امتحانات، الله يعديها على خير يا ربي. الله ينجح لنا وينجح لكم أبنائكم بناتكم، ونفرح هيك بتفوقهم نجاحهم. هي السنين حاسمة، وشوية لازم الواحد يراعي هذا الشي، فشوي وأنا ابتعدت عنكم بسبب هالامتحانات. ضغط مو طبيعي، فراح أحاول أسرق شوي وأنا أوقات من اليوم وأسوي وياكم كل اللي أقدر أسويه. يعني راح أشارك إن شاء الله وياكم. مثل ما تعرفون يعني أنا مو خياطة، وكلكم صرتوا تعرفون إني أنا مو خياطة، بس أنا أحب شلون يعني أحب أسوي أشياء البيت عندي بإيدي. أموت على الشي حتى لو يطلع ما حلو أو يطلع يعني شلون إنه ما مرتب، بس كون إنه بعمل إيدي أني اللي يكون عندي إله فد قدسية. عندي هاي قطعة جرجيت، حابة أسويها وياكم بردة للمطبخ. من آخر بردتين خيطتها وياكم همين على القناة. صار من زمان يعني، فصار لازم بردة جديدة هيك أغير بيها نفسية. وعندي هنا غير قطعة الجرجيت، طبعا هاي قطعة الجرجيت هي بيها حافة، شوفوا. فأني هاي حابة إني أبقيها على مود لا أسوي ثانية ولا شيء. وحابة على عرضها حتى تصير بيها خرطة، تمام. وعندي هنا هذا مثل ما تعرفون اكو انواع شراشف مال السرير، يعني يجي بيها مثل هيجي. فعندي اياها، حبيت همين استغلها، وحابة الباقي من عندها اسويهن كفرات للقناني الغاز او جرات الغاز، على حسب انتو شو تسموها. ما يراد لها شي، جدا سهلة. كل اللي راح أحتاجه هي تقلات بس، وحكون وياكم إن شاء الله. طبعا حضرت ماكينتي هنا. هسه كل اللي راح أسوي الجوانب، يعني أسويها ثانية نظيفة حتى أشتغل شغل نظيف. بسم الله. طبعا طول شهر رمضان حبيت اني اطلع وياكم، حبيت اني اسوي فيديوهات، بس والله ما قدرت نهائي يعني. وكان الوقت كلش مر سريع جدا. بسم الله. طبعا هنا سويت اول جهة، هسه اسوي الجهة الثانية من هنا. هسه ورا ما سويت الجوانب ابدي اسوي تقريبا على عرض الماسورة او اللهم صل على محمد، الانبوب مال بردات، ما اعرف السكة. اسويها من هنا، اتقلها. بسم الله. لا اخليها اعرض ولا اقل. اسويها وارجع لكم. هسه حبايب ورا ما سويت البردة، سويتها وكملتها. هسه اجي من هنا، تمام، اثبت عليها الكركش او الدانتيل اللي عندي اياه.
نوبات تشترون قماش يكون بيه حاشية، استغلوها لأن كلش حلوة، يعني تعطيكم جمالية للبردة، يعني كلش حلوة. فأنا ايش راح أسوي؟ راح أتقلها من هنا، وأراويكم شلون أثبتها على البردة. سهلة، وتقدر أي وحدة من عندنا كربة بيت، كأم بيت يعني مو خياطة، تقدر تنفذ هاي البردة. وسويتها أنا بكذا طريقة، حتى كفر الغسالة جدا سهل، ما يراد له أي ابتكارات ولا أي أفكار، لا هو مقاسات. هسه حبايب ورا ما سويت الجهتين أبدي أثبتها على البردة من هنا شوفوا، من يم الماسورة أنا راح أثبت الكشكش على هذا الطرف، يعني هالشكل. تمام، راح أثبت هذا الكشكش عليه بهذا الشكل. طريقة كلش سهلة وما تاخذ أي مجهود. أهم شي ما أقلل من المسافة مالت البوري مالت البردة. تمام، هذا اللي راح يفوت. أو أقولكم أنا عاجبني يكون الكشكش من فوق، أو شنو رأيكم؟ خلاص استقريت على أول ما بديت، قلت يا الله هي هيك من راح تنخرط، من راح تنحط بالماسورة، راح تلم شي على شي وتصير كشكش. حتى لا أطول عليكم الفيديو، أتمنى اللي يوصل لهذه اللقطة يحط لي لايك حبايب، واللي ما مسوي اشتراك يا ريت يسوي، حتى شوية قناتي تستعيد نشاطها، لأن كل مرة أرجع لنقطة الصفر. فأتمنى تدعموني بلايك، تعليق حلو منكم، لأن التعليق يزيد جودة الفيديو والتفاعل، يعني اليوتيوب يحسبه بالفيديوهات اللي بيها تفاعل. فأتمنى هذا الشي منكم حبايبي. وجهزت البردة مالتي، تشوفوها. طبعا صوت ابني طلع كالعادة بالفيديوهات، دا يتابع مباراة، ما علينا. خلصت البردة مالتي حبايب، شوفوها كلش حلوة. طبعا أنا عاجبني الدانتيل كلش. هسه أروح أخليها وياكم بالمطبخ وتشوفوها وتشوفون الشكل النهائي مالتها. وشوفوا حبايبي هاي مثل ما دا تشوفون علقتها، طبعا كلش حلوة عاجبتني، مرتبة. ما حبيت أفتحها من النص كالمعتاد، حبيت أغير، وطولها كلش حلو، ومستغلة الحاشية مالتها مثل ما تشوفون، ومرتبة وحلوة، وما تخيل كلش، يعني ما تبين كلش بوضوح من ورا، وبالنهار أقدر أفتحها هالشكل. عجبتني وكلش حلوة، يسلم إيدي. ومنها إنه نستغل الأشياء اللي عندنا القديمة، قطعة قماش ويا دانتيل عندنا مثلا قديم من شرشف من مفرش، نستغله كليته ونسوي أحلى قطعة لبيتنا، تغير مودنا وتحسن نفسيتنا.
أتمنى يعجبكم الفيديو. إذا عجبكم يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة ودعوة حلوة من قلبكم الطيب. أشوفكم على فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.